بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا النهارده مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مباراة صعبة جدا لنادي الزمالك. المباراة اللي الزمالك الشوط الأولاني ما أداش فيها، ولغاية الدقيقة 60 ما أداش إلا بعد ما نزل شيكابالا. شوط أول مش هنتكلم عنه، بطله الأول جمهور الزمالك اللي من قبل الماتش ووقت الماتش الشوط الأولاني بيساند الفريق. شوط أول عبارة عن مباراة محشورة كده في نص الملعب، ما انتش قادر، ملهاش ملامح من الفرقتين، والبنك الاهلي كان افضل نسبيا من الزمالك. الشوط الثاني بعد ما نزل شيكابالا اتغير الحال، ابتدى الزمالك يبقى له هجمات على مرمى البنك الاهلي لكن دون جدوى. ابتدى ابو جبل يشيل كور عرضيه، شوط تتشاط عليه يصدها، بس برضه ما كانتش مؤثره. تغييرات حلمي طولان اللي كان طمعان في المباراة، مش في التعادل كمان، التعادل ده كان طمعان فيه في الدقايق الأخيرة، لكن كان طمعان في المباراة فعلا لما نزل ديوارا وطلع المهاجم اللي هو ما كانش قادر. يعني النهارده برضو كريم بامبو ما كانش بالمستوى اللي هو نعرفه. طمع في المباراة نزل ان ديوارا له سابقة قبل كده لما كان بيلعب في الإنتاج الحربي مع الزمالك ولاعيب سريع، قال لك الزمالك هيهاجم وهيندفع كله، وده فعلا حصل. وانا كوره مرتده بسرعه هذا اللاعب الافريقي ان انا اقدر اخطف المباراه. الدقيقه الاخيره من المباراه من الوقت الضايع اللي احنا مش متعودين عليها الا بسيط قوي، يعني كل 100 مباراه مثلا ممكن نكسب دقيقه من الوقت الضايع غير الاهلي. قدر الزمالك بعرضيه جميله انه يحرز هدف ليوسف أسامة نبيه بضربه راس رائعه لم يلحقها ابو جبل. يعني ابو جبل كان واقف بعيد شويه في نص الشبكه، يعني في نص المرمى ما لحقهاش، الواد حطها في زاويه. بس ماتش صعب جدا، تعب اعصابنا كلنا، تعب اعصابنا جامد. يعني الماتش خلاص احنا قلنا تعادل، حتى من سير المباراه ما يدلش ان الزمالك هيجيب جون. الهجمات مش مؤثره، يعني مش شوطه مثلا الدفاع بيطلع الكره بتطلع من على الخط، في بوادر ان انت تجيب جون، بتلعب ضربات راس بتعدي جنب العارضه بالحظ مفيش بوادر ان الزمالك النهارده يقدر يطلع بنتيجه الماتش او الزمالك مثلا يكسب المباراه. لا، شوط اول كان وحش جدا، يعني اتفرجنا عليه من السنه متعه كاس العالم صراحه. السنه الماتشات بتاعت المغرب اللي كانت بتأدي فيها وبهدلت فيها فرنسا، السنه كل ده. الشوط الثاني الزمالك اتحسن شويه لكن مش بنفس التحسن بتاع السنه اللي فاتت او بتاع الماتش بتاع طلائع الجيش مثلا. لكن نحمد ربنا ان ثالث انتصار على التوالي الزمالك يحققه بعد الفوز على الجيش وبيراميدز القوي المنافس اللي هيدخل المنافسه اللي كسب النهارده الاسماعيلي، ويحقق 3 نقط عشان يتنوا منافس مع الاهلي ومع غزل المحله. يعني غزل المحله عنده 16 نقطه، الزمالك 17، الاهلي 18، وله ماتش هيتلعب دلوقتي مع فيوتشر. فالحمد لله ان احنا كسبنا الماتش. والنهارده طبعا انا كنت رايح الاجتماع اللي كان دعا عليه المستشار مرتضى منصور اليوتيوبر الزملكاوي، بس ما قدرتش، برد شديد وتعبان جدا جدا. والحمد لله على كل شيء، والحمد لله على الماتش النهارده، ونبني على الماتش ده للماتشات الجايه، لان فعلا انا مش هتمشي كل مره ان احنا ننزل شوط اول نلاعب اللعيبه مش في اماكنهم، اليمين في الشمال والشمال في اليمين، وبعدين نغير فنقلب الطاوله زي السنه اللي فاتت بالظبط على الفريق اللي قدامنا فنكسب الماتش. يا ريت الجمهور هو يا جماعه اللي بيتعذب، الجمهور هو اللي بيتعب. يا ريت يا ريت انا بناشد المدرب انه يبدا بالتشكيل ثابت ويبقى له ملامح، وما يبقى التغييرات في الحدود، كل لعيب يلعب في مركزه اللي بيجيد فيه. جرب يمكن يبقى افضل لما تبدا كده في الشوط الاولاني، يمكن الفريق يبقى افضل ويجيب جون واتنين ويريح اعصاب الجمهور. يعني اللعيبه طبعا بتلعب، الجهاز الفني زي ما انت شايف بيبقى على اعصابه، بس الجمهور بيبقى على اعصابه اكتر. والجمهور العنصر الوحيد في اللعبه كلها اللي مش مستفاد، يعني مش مستفاد، بيدفع فلوس واعصابه بتتعب. فارجو ان هم يخلوا بالهم من النقطه دي. يعني السنه اللي فاتت كان ماشي الراجل كان بيغير وتغييراته في الشوط الثاني، بس اخر ماتشات في الماتشات السنه اللي فاتت كان الزمالك بينزل الشوط الاول بيناهيها ربع ساعه بيجيب جونين في اي فريق بيلعب معاه، حتى في ماتش الكاس مع الاهلي تلت ساعه جاب جونين. فاحنا عايزين نلعب بنفس الطريقه دي. انت عندك نجوم، وبعدين ده انت دعمت ب10 لعيبه. انت كنت السنه اللي فاتت بتلعب بفريق يعني كنا بنشفق عليك ان انت مثلا
لو خسرت احنا هنشفق عليك. فريق ما فيش عندك قيد موقوف، وكل حاجه موقوفه عندك، وما فيش اي لعيبه، ولعيبه طالعه من الناشئين، وقدرت تعمل من الفسيخ شربات. دلوقتي انت جايب 10 لعيبه على اعلى مستوى على الفرازه، وشفنا عماد نبيل دونجا اول ماتش يلعبه النهارده، لكن ان انت مش قادر يعني تصنع ما كنت بتصنعه السنه اللي فاتت من هجمات على الفريق. الفرق كانت بتنزل يا جماعه. الجونه ده الجونه ده الزمالك لعبه 10 مرات ما كسبوش الا مرتين في ال10 مرات. اغلب ماتشات الزمالك مع الجونه تعادل تعادل على طول، والجونه كسب مره وضيع الدوري من زمان. فكونك الفرق تنزل السنه اللي فاتت خايفه منك ومرعوبه وتخسر بالاربعه. عايزين نشوف الكلام ده السنه دي. احنا جبنا صفقات مش ما جبناش. في النهايه الحمد لله ان احنا كسبنا الماتش، وطبعا هنشوف الماتش اللي شغال دلوقتي ماتش الاهلي وفيوتشر. ومعلش عشان الاهلاويه ما يزعلوش مني، هنشوف علي ماهر بتاع السنه اللي فاتت مع الزمالك، واللي هو منافس على الدوري دلوقتي. وبقول منافس على الدوري بالنقط اللي معاه، تمام؟ يعني النقط فيوتشر رابع الدوري، فمنافس على الدوري، ولو كسب ممكن يدخل تاني الدوري او تالت الدوري. فانا بقول هنشوف علي ماهر، ونشوف فريق فيوتشر المدجج بالنجوم، واللي لعب السنه اللي فاتت في قدام الزمالك. وانا كنت بقول قبلها ان ولا بيراميدز ولا الاهلي ده اقوى فريق يقابل الزمالك، وفعلا واللي الزمالك قدر يكسبه 1-0 بالعافيه. وكان فيوتشر افضل في بعض فترات المباراه السنه اللي فاتت، وهو دلوقتي ماشي ما خسرش ولا ماتش. هنشوف منظر فيوتشر امام الاهلي. اتمنى انها تكون مباراه قويه زي ما بيلعب علي ماهر بالظبط قدام الزمالك، وما يكونش فيه تراخي او منظر مش كويس. في النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، واشوفكم ان شاء الله بعد ماتش الاهلي وفيوتشر. ويا رب تكون النتيجه في صالح الزمالك بحكم ان انا زملكاوي. اما لو الاهلي ادى وكسب الماتش فاحنا هنبارك له طبعا على الفوز وعلى تصدر الدوري. زي ما انا قلت الماتش اللي فات ان الاهلي لما لعب وكسب الماتش اللي فات الكره ما كانتش فاول. لما بيقول لك فاول وكده، لا، الاهلي كان يستحق انه يتصدر الدوري. لعب ماتش كويس جدا جدا وكسب 3-0 للاتحاد. في النهايه ما تنساش تاني تعمل لايك وشير وتشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.